أنت المعبد وفيك يسكن الإله. السبب اللي خلاني عملت هذا الكورس واخترت الاسم ده بالتحديد إن التيمة الأساسية والماستر توبيك في الحضارة المصرية القديمة اللي بتتكلم عنه كل الآثار. رحنا متحف، رحنا منطقة أثرية فيها مقابر، فيها معابد، فيها أهرامات، فيها أي شيء. الماستر سين دايما اللي بيتكلم عن كل الآثار هو شخص واقف بيعمل offering وبيعمل prayer أو بيعمل worship على الحيطان وعلى البردي وفي التماثيل، وكل السينز مليانة ب prayers 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 و offering offering offerings. فالليفل ده أو الماستر سين ده هو بيفك لنا مفتاح الحضارة المصرية القديمة. يا ترى اللي بيحصل على الحيطة قدام عينينا وبنشوفه في كل مكان، هل هو مجرد منظر بيحكي صلاة worship سين بس، ولا في حاجة أعمق ورا المنظر ده من مجرد إنها عبادة وصلاة؟ هل في حاجة تانية بتحصل؟ في حاجة تانية بتحصل. طب إحنا عرفنا منين؟ لأن المنظر اللي قدامنا ده هو مش منظر one way، يعني مش من الملك ورايح للصورة المقدسة اللي قدامه. ده في انتراكشن بيحصل، في ملك واقف بيعمل حاجة، وفي الجنب التاني الصورة المقدسة بتاعت الإله بت بتعمل أكشن، بتعمل فيدباك، بتعمل حاجة راجعة على الشخص اللي واقف بيعمل الأوفر ده أو بيعمل البرير دي. فمعنى كده إن الموضوع أعمق من مجرد إن هو رمز بتاع عبادة أو رمز تأمل أو رمز غيره. فدي الفكرة كلها. ان احنا عايزين نشوف ايه الجانب الفلسفي العميق اللي ورا الفكرة دي. بس عشان ندخل ونعرف الفكرة بعمق لازم نفهم شيء في غاية الأهمية. الحضارات القديمة كلها، مش الحضارة المصرية القديمة بس، حضارة العراق وحضارة الصين وحضارة اليابان وحضارة الأنكا وحضارة البيرو، كل الحضارات بتاعت العالم القديم كان عندها فكرة بس عبروا عنها باختلاف، اسمها الإنسان الكوني. يعني إيه الإنسان الكوني؟ أو زي ما بنقول دلوقتي الأنثروبوكوزموس، الإنسان المتصل بالكون. إحنا مش مفصولين عن الكون اللي حوالينا. الحضارات القديمة قالت كده. وبما إن أنت مش مفصول عن الكون، مش مفصول عنه إزاي؟ إن كل الماتيريال اللي أنت بتتكون منك هي نفس الماتيريال اللي بيتكون منها كل شيء في الكون حواليك. جوه الكون في نفس الماتيريال اللي احنا متكونين منها كهيومن كايند. وبالتالي كل حاجة في الكون حوالينا بتأثر فيك وانت بتتأثر بيها وبتأثر فيها. فانت مش مفصول عن الكون اللي حواليك. كل ما هو موجود حواليك في السماء، في الأرض، في أي اتجاه أنت بتروحه ليه تأثير مهم جدا عليك. طيب التأثير ده اسمه إيه في مصر القديمة؟ المصري القديم قال إن التأثير بتاع الإنسان والكون ما بينهم وبين بعض هو تأثير عبارة عن نيتشر. نيتشر معناها طبائع، اللي جت منها في اللغة الإنجليزية كلمة نيتشر، طبيعة. المصري القديم قال إن كل شيء منذ لحظة بدء الخليقة، الإله لما خلق الكون أعطى لكل شيء نيتشر، اداله طبع أو اداله صفة، صفات فيزيائية، صفات كيميائية، صفات حيوية، فسيولوجي وبيولوجي وسيكولوجي، صفات كتير جدا لكل شيء في الكون. وإحنا كجزء من الكون كبشر عندنا صفات سايكولوجي، بيولوجي، فيسيولوجي. وزي ما احنا لنا الصفات دي في كل شيء في الكون والطبيعة حوالينا ليها الصفات. المصري القديم قال ان مهمة الانسان في هذه الحياة ان هو يعمل حاجة اسمها سيشتاو نيتشر. سيشتاو نتر. سيشتاو نيتشر معناها اكتشاف اسرار الطبيعة. كلمة سيشتاو نتر
لو احنا عايزين نترجمها بكلمة قريبة جدا جدا مننا دلوقتي، هي بتساوي كلمة ماجيك، السحر. انك تكتشف اسرار الطبيعة من حواليك. العلم بتاع الكيمياء، الكيمستري والالكيمي زمان في الفترة بتاعت الحضارة الإسلامية مثلا، كان بيتسمى علم الصنعة، ما كانش اسمه كيمستري. كانوا بالعرب بيسموه علم الصنعة. يعني ايه الصنعة؟ يعني واحد من الماجيكال ساينس، هو علم سحري. يعني ايه علم سحري؟ انك اكتشفت طبائع وخصائص الكيميكال والالكيميكال، الطبائع الكيميائية والخيميائية والفيزيكال البنفيتس او سايدز بتاع الطبيعه من حواليك. فانت لما تكتشف الاسرار بتاعت الطبيعه من حواليك، فانك اكتشفت الماجيكال سايد. الماجيكال سايد ده في مصر القديمه كانوا بيسموه سيشتاو نيتشر، الطبيعه المقدسه او اكتشاف اسرار الطبيعه المقدسه. المصري القديم بيقول ان الطبيعه من حوالينا. الحمد لله على السلامة يا أستاذ عبير، احنا لسه بندردش كده بس ايه، بنقول حاجات لسه هنبدأ بقى في الجد دلوقتي. أهلا بيكي. المصري القديم قال إن الطبيعة من حوالينا، وإحنا كبشر هيومن كايند بتاعنا خدنا الطبائع بتاعتنا أو اكتسبنا الطبائع بتاعتنا منين؟ من الخالق مصدر الكون. من الخالق مصدر الكون. والمصري القديم قال إن الخالق مصدر الكون ده واحد، ووصفه بأوصاف كتير جدا وقال عليه وعوعوه واحد واحد. ننسي نو اف، ما كانش له تاني، كان لوحده في بداية الخلق، ما معوش تاني. خمرن اف، ما نعرفلوش اسم، اسمه خفي مجهول. امن ترو، وبيتجسد او بيتجلى بصفاته. فاذا الكيان الاسمى خالق الكون الواحد ده لما خلق الكون بدأ يعمل ايه؟ بدأ يتجلى بالصفات بتاعته في الكون بتاعه. فبدأ يدي لكل عنصر في الكون بعض الصفات، بس يخلي صفة منهم سائدة على الصفات الأخرى. هنضرب مثل للتوضيح. كل الفصيلة بتاعت الحيوانات الصيادة أو البيج كاتس مثلا، أسود، فهود، نمور، الحاجات البيج كاتس دي فيها صفة أمومة. فيها ماذر هود، فيها صفة أمومة وغرائز أمومة، وفيها صفات تانية كتير جدا. لكن الصفة السائدة والغالبة على كل الصفات التانية اللي هي بتحملها هي صفة الافتراس، صفة الاتاكينج، صفة الباورفول. فالإله اداهم كل الصفات والطبائع، بس في طبيعة معينة غلبت على بقية الطبع في الفصيلة دي والكائنات دي. عندنا حيوانات عاشبة زي البقرة وزي الجاموسة وزي الحيوانات اللي بتاكل العشب. الإله ادالها كل الصفات، بس خلى الصفة الغالبة فيها هي الصفة بتاعت الميرسفول، الرحمة والمذر هود، هي الغالبة أكتر. وأعطى لكل كائن حي بنفس النظام ده. كل الطبائع أو الصفات المقدسة بتاعت الإله بتتجسد في كل المخلوقات، بس في صفة معينة ليها قيادة وريادة. إلا البني آدم، الإنسان لما الإله خلقه أعطاله كل الصفات المقدسة، كل الماجيكال نيتشرز متساوية. مفيش صفة بتطغى على التانية. كل الصفات الإلهية، كل الماجيكال نيتشرز، كل الصفات السحرية المقدسة للإله موجودة ومتجسدة في الإنسان، بس متساوية. مفيش صفة غالبة عن التانية. لما الإنسان بيتخلق كل الصفات عنده بتبقى نيوترال، كل الصفات عنده بتبقى بالانسد، وان ليفل. لما الإنسان بقى بيعيش بتفاعله مع الكون وبتفاعله مع درجة الوعي بتاعه، بيبدأ يحصل unbalance في بعض الصفات بتطلع وفي بعض الصفات بتنزل، وبيبقى في عملية up and down ما بين النيتشرز، الماجيكال نيتشرز بتاعت الإله.
جوه كل انسان. في واحد مثلا شخصية مفكرة مبدعة بقى عنده الماجيكال كرياتيفيتي عالية جدا، وشخص تاني بيتفرج بيفكر بعمق وبفلسفة فعنده الويزدم، ماجيكال ويزدم عالية جدا. وشخص تاني كل حاجة بيحولها إلى بلاننج وبيقدر يعمل مانيفستيشن لأي شيء هو بيتصوره، فهو عنده ماجيكال انرجيز مختلفة. فكل إنسان مننا عنده ماجيكال انرجي، بس كل ما الإنسان اكتشف ال other side magical energies بتاعت الاله دي جواه، كل ما انت ارتقيت في الحياة وكل ما خدت بنفيتس كتير جدا جدا جدا، لان كل صفة الهية متجسدة جواك ليها ماجيكال افكت على حياتك، ماجيكال تاتش في حياتك. فانت لو فعلت الصفة دي، في صفات هتدي لك بروتكشن، في صفات هتدي لك fertility، في صفات هتدي لك wealth، في صفات هتدي لك appearance، هتدي لك كاريزما، هتدي لك character، في صفات هتدي لك حاجات كتير. فانت كل ما عملت سيشتاو نتر اكتشاف للصفات السحرية المقدسة بداخلك، فدي العملية. وده الديالوج اللي مرسوم على الحيطان في مصر القديمة في كل مكان.